السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده عصير من العصائر الجميله بتاعه رمضان اللي محدش يعرفه قوي، قصنص النعناع. وده بيتعمل بطريقه سهله جدا، وبيتباع في الكافيهات باسعار مرتفعه. فهنا هنعمله سوا مع بعض ونشوف الطريقه جميله جدا وسهله جدا من اسهل ما يكون. هنبتدي بقى ان ده كده بيبقى منظره في الشكل النهائي. بنحط القصنص وبنحط عليه العصير بتاع الليمون، وبيبقى منظره بالشكل الجميل ده وبالتلج، وتقدميه في مناسباتك في اللي تشوفك. بيبقى شكله مشرف وجديد وشكله جميل وتحفة. يعني هو طبعا انا حطيته بسرعة عشان كان سخن. ف يعني بيبقى الاول لو هو مش سخن التلج بيرسي تحت عند المكان الاسانس بتاع النعناع، وبعد كده بيدينا منظر احلى من كده كمان. لما تعملوه وتجربوه هتلاقوه اجمل من كده، لان انا عملته بسرعة عشان انتوا عارفين يوم رمضان. وبس كنت نفسي اعرفكم الطريقة الجميلة دي بتاعت اسانس النعناع. بنجيب النعناع، ممكن تغليه في كوباية مية كبيرة او كوبايتين او كوباية مية كبيرة، يعني لغاية ما تاخدي الخلاصة بتاعته. وممكن تقطعيه كده بالعروق بتاعته بطريقة، تقطفيه الورق بتاعه وتحطيه مع السكر ومع المية. فاحنا عشان مستعجلين عملنا كده. لكن في ناس بتقطعه وبتخرطه، يعني في ناس بتخرطه فبيبقى بيقعد وبيدي كده رواسب شكلها مش لطيف. هنا حطينا كوباية مية، وحطينا كوبايتين سكر كبار قد كوباية المية. يعني نفس مج المية ده حطينا بيه عشان احنا هنعمله مركز. بس كده بنجيب بقى، حطينا وولعنا عليه النار، فتحنا النار، وبنجيب بقى نقطف النعناع كده. وانا باخد الجزء اللي فوق بتاع العرق بتاع النعناع، عشان ده كمان فيه الريحة وفيه الزيوت بتاعة النعناع بتدينا فايدة. يعني مش يعني كل حاجة في النعناع جميلة. ولما بنشربه قصنص النعناع ده بالليمون، بتقعدي اليوم كله يعني هادية وأعصابك مريحة، وبيعلي المزاج جدا وبيخليكي يعني لريكس كده وجميلة، وبيخلي اليوم كله معاكي يعني هادي وجميل. يعني بيهدي الأعصاب بمعنى أصح، وبيفيد. وما أدراكي بقى من فوائد النعناع. هنا انا حتى العرق بقطعه وباخده وبجيبه كله. يعني هي حوالي ربطة صغننة، يعني هي مش، يعني حسب ما انت عايزة تكتري النعناع عادي. يعني هو المهم ناخد الفايدة بتاعته. عايزة تكتريه اكتر من كده تحطي اكتر من الكمية دي. يعني ممكن عايزة تعملي ازازة كبيرة تاخدي بيها وبتقعد بقى وتعيش ممكن سنة. يعني نحط منها لو ضيف جانا، او احنا عايزين نعمل كده وبعد العشاء عايزين ناخد حاجة فريش كده، ناخده نديه للأطفال. بيهدي الأطفال جميل جدا للأطفال، وبيهديهم اللي هم عندهم الحركة الزايدة، أو بنديهولهم بيهدي معاهم جدا وبيبقى جميل. وتلاحظي على الطفل ان هو قاعد مسترخي وهادي. يعني حتى الأطفال اللي هم عندهم الحركة الزايدة. وطبعا كل أطفالنا عشان بياكلوا المقرمشات والحاجات السبايسي وده والحاجات اللي بره، فبيبقى عندهم الحركة بتبقى عندهم كتيرة. وكل الأمهات بتشتكي من حركة أولادها. هنا بقى جبناه بيغلي بقى غلي، بنخليه كده حوالي 10-15 دقيقة يغلي. بنكون أول ما بيغلي بنوطي عليه عشان يبقى درجة حرارة الغليان هادية، ونستخلص المادة اللي فيه. هنا حطيت قد ذرة كده ملح ليمون. طبعا عارفين ملح الليمون بيحتفظ بالأي شيء نحطه فيه مادة حافظة. بس هنا وممكن بعد ما تصفيه ويبرد تحطيله اللون بتاع النعناع. ده بيتجاب من عند محلات الحلواني، لون اخضر. ممكن كمان عايزة تحطي معاه ريحة نعناع بتبقى عند بتاع العطار، هاتي وحطي ريحة النعناع برضو. هنا انا جبت لون صحي، الوان صحية جيلاتين، وحطيت نقطتين بس وقلبته كده واداني لون النعناع بس. وهسيبه بقى واطفي عليه. وممكن بعد ما تصفيه تحطي اللون يعني على عادي، يعني كله ماشي.
هنا هقلبه خليه ياخد اللون وياخد النكهة. واول ما خلاص هدي شوية برد كده هبتدي اصفيه. هو طبعا عشان التصوير يجيكوا الفيديو بسرعة قبل رمضان ما يخلص، انا كان لسه ما بريتش وبوريهولكوا يعني عادي جدا. وهنا شوفوا لو انا مقصقصاه، او يعني في ناس بتفرم النعناع وترميه فيه بيقعد شوائب وبيدي نتيجة مش لطيفة. ادي قصنص النعناع شكله سهل، وبنروح الكافيهات بنشتريه غالي جدا وما بنعرفش بيتعمل ازاي. ده السر بتاع قصنص النعناع او عصير النعناع. ادي يعني انتي بتشربيه، او ممكن مشروبات النعناع وما بنعرفش بيتعمل ازاي. اديك عرفتي، وطريقة سهلة جدا، واعمليه من السنة للسنة وحطيه في تلاجتك واعمليه لضيوفك وبهري بيه ضيوفك. ادي صفيناه هنا، وهنستعمل منه بقى قد ما كل ما نيجي نعمل كوباية عصير نحط فيها قد معلقة كبيرة قصنص. ادي هنا معايا عصير ليمون. وطبعا انتي لما نيجي الليمون، في ناس بتشتكي ان الليمون بيمرر، حطي معاه معلقة خل لما تيجي تغلي تعصري الليمون، تعملي عصير ليمون وهو مش هيمرر ابدا ابدا، هيقعد اليوم كله محتفظ بطعمه الجميل. معلقة الخل دي سر من ادي حطينا معلقة قد معلقة كبيرة من قصنص النعناع. وهنجيب عصير الليمون، طبعا لازم يكون بارد. هو طبعا انتوا هتحطوه في التلاجة. هنا ادي شوفوا منظره جميل ازاي. وطبعا ناس كتير ما تعرفش اللون ده جه منين وشكله جميل ازاي. هنا حطينا تلج فوقيه، وهنحط عليه العصير الليمون. وممكن لو ما عندكيش عصير ليمون عادي حطي عصير يعني معلقة خل على مية وحطيه فوقيه ويديك اللون الجميل واللون التحفة ده. طبعا الليمون مع النعناع بيدي راحة نفسية، وبيدي مود عالي جدا ومود هادي، واحنا محتاجين الايام دي للعصاير الجميلة دي. ادي اهو شوفوا منظره تحفة ازاي وجميل وشكله جديد. وما يجي عندك ضيف واعملوا لايك